والد ركراكي بدا يدير عقلو وقرر يدخل الدماء الجديدة في المنتخب المغربي. الركراكي باغي يعطي النفس الجديد للمنتخب الوطني، وهاد المرة نادى على 7 أسماء شابة باش يحضروا في المعسكر الجاي. الأسماء كلها جاية من المدارس الأوروبية مختلفة، وهادشي كيبين انه كيشوف بعيد وكيحضر المستقبل. ياسير الزبيري الرين فرنسا، اسماعيل بعوف كامبور الهولندا، عمران لوزا ووردفورد انجلترا، عدمان معمى وودفورد انجلترا، سمير مرابط ستراسبورغ فرنسا، يانيس بقراوي استوريل البرتغال، ايوب بوعدي ليد فرنسا. كلهم اللعابه شبان. هاد الخطوه كتعني ان المنتخب غادي يعيش منافسه شديده ما بين اللاعبين الكبار والشبان، خاصهم يركزوا اكثر حيت الشباب جايين بالقوه. رساله واضحه للمنتخب المغربي، ماشي غادي يبقى عايش على الماضي ديال المونديال قطر 2022. راك عارفين الماضي فات، دابا نوجدوا المستقبل. راه كاينين فرق قويه مثل البرازيل، الارجنتين، فرنسا، الاسبان، يعني موجدين لينا. متجدد قادر ننافس في المستقبل. التحليل ديالي انا في هذا الماتش هذا، الرساله واضحه من الركراكي. منتخب ما يبقاش محصور في الاسماء الكلاسيكيه بحال النصيري، كعبي، دياميق، السيس، هذو السالات مده الصلاحيه ديالهم. خاص دماء جديده باش يكون تنافس قوي، تنوع في المدارس الكرويه. فرنسا، انجلترا، هولندا، انجلترا، هولندا، البرتغال. هادشي غيعطي المنتخب الاساليب لعب مختلفه وغادي يرفع المستوى التقني والرهان على المستقبل بزاف، خصوص الكاس العالم ديال الامريكان وكندا والمكسيك. الرهان بزاف على هاد اللاعبين باقيين صغار، وهادشي كيبين ان المدرب يشوف بعيد وكيحضر كاس العالم البطولات الجايه، منها كاس افريقيا 2027 غتنظم اوغندا كينيا. الضغط على اللاعبين الكبار، منادات عليهم شبان اولا الشباب غادي يخلي النجوم حاليا يحسوا بالمنافسه ويزيدوا يركزوا على قضيه غتصعب. الركراكي كيبعث اشاره ان المنتخب ماشي غادي يعيش على الماضي، بل كيبني فريق متجدد وقادر ينافس المستقبل. هذه الخطوه ممكن تكون بدايه تحول كبير في طريقه التسيير ديالو. يعني من نادوا على محمد وهبي كاينه شي حاجه جايه في الطريق. يعني محمد وهبي عارف المنتخب ديال شبان، عارف نقطه القوه ونقطه الضعف، وخصوصا انا ننطلق مع هذا الراي هذا، نادي على 7 ديال الشباب. قداش كاين عندنا لعابه ما يستحقوش يكونوا عندنا في المنتخب المغربي. راك عارفين عندك يوسف نصيري، دياميق، السيس، بنت صغير. يعني اللعابه ما قدموش اضافه كبيره في الاقصائيات او في النهائيات ديال كاس الامم الافريقيه في المغرب، وكنتمنى جدد الدماء ديالهم. وتحيات.